بسم الله. اهلا، انا منى، رجعت لكم بفيديو جديد. وش ده؟ ما هذا؟ اهلا، انا منى، رجعت لكم بفيديو جديد. اخوان، من زمان عنكم، اشتقت لكم، اشتقت للحياة اليوتيوبية، اشتقت للمعاناة اليوتيوبية. اليوم الفيديو حيكون من سلسلة جديدة واللي هي اللي بلشتها قبل تقريبا 3 شهور. نزلت اول فيديو كان عن السعودية، فاليوم الفيديو حيكون عن الجزائر. حنجرب التحتوخة الجزائرية، هي أكلة مشهورة كثير بالجزائر، من الأكلات التقليدية بالجزائر، فحنجربها اليوم. يلا نسوي الصلصة. توابل: فلفل أسود، توابل مشكلة، معجون طماطم، بطاطا، العجينة الطبقة الأولى. نطبخها ترارارارارا. فدحين حنجربها بعد ما سويناها، والصراحة الشكل أريحة كل شي يجنن. فقبل ما نمشي بالفيديو ما تنسوا انكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليوصلكم كل جديد. ما تنسوا انكم تحطوا لايك للفيديو وتدعموا الفيديو عشان نسوي فيديوهات اكثر من هاي السلسلة، واكتبوا لي في التعليقات اسم بلدكم مع الأكلة تبغوني اسويها عشان نجربها بالفيديو الجاي ان شاء الله. وما تنسوا انكم تضيفون بالانستغرام عشان كثير متفاعلة هناك، فالفترة اللي غبت فيها في اليوتيوب كنت كلها متفاعلة بالانستغرام. فبس والله يلا نبلش. فهي الأكلة الصوص فيها بطاطا وفيها دجاج وفيها حمص. فالصراحة احنا اشترينا هذا الاشي اللي الطبقة اللي تيجي الأول عشانها عملية كثير طويلة ومتعذبة. اوكي لقيناها جاهزة، بتلاقوها بالسوبر ماركت. وهون جبت انا معي مخلل عشان انا اعشق المخلل. في هون مخلل خيار ومخلل زيتون ومخلل هيك فلفل، عشان هم اتوقع بياكلوها بالفلفل هذا. يلا بسم الله. اول شي ناخذ بطاطا، ناخذ من جوا عشانها بردت وانا بصور بالفيديو. بسم الله. بس هذا شوي الصراحة كثير زكية يا جماعة، بنصحكم انكم تسووها مع انه الصوص كثير سهلة، بس الطبقة اللي تحت شوي صعبة. اوكي فعشان هيك اشتروها من الاخر، او اطلبوها من مطعم جزائري فبتاكلوها هيك من ايادي جزائرية، بتكون النكهة الاصلية تبعيتها. بسوي لكم هيك لقمة محترمة. هاي لقمة محترمة، هو يجي زي هيك زي شرائح، شوفوا كتير زاكية. بناخد هيك يعني صراحة لكم كبيرة دقيقة. بناخد هيك فلفل، اوف حار بسي، مع انه هي يجي فيها حار هيو. اوكي بقدر صوص، اوكي يجد حار هيو، بس ما باكله عشان مبين انه حار، والصراحة زي ما شفتوا في القناة العربية اتوقع بيمدحوا اكل الجزائر، وهو يصنف من احسن الاكلات، احسن المطابخ العربية او العالمية اتوقع. عربيا جاء المطبخ الجزائري في المركز 34. فعشان هيك ان شاء الله بسوي لكم اكثر اكلات، وبنجرب اكثر اكلات، ومش بس الجزائر، كل البلدان ان شاء الله. اذا ملاحظين اخذت بلد من الخليج، بعد المغرب العربي، وبعدين بنشوف ايش بدنا نسوي. اكثر الناس متفاعلين بهذا الفيديو او بيكتبوا كتير تعليقات من اسم بلدهم، بصور الفيديو الجاي عنهم. بفكر المرة الجاي بروح باكل مطعم. اوكي بشتري اكل
بلد معين من مطعم، هيك بيكون نكهة، فاهمين؟ مع انه كأنه فيها خبز وكده، بس بحس خفيفة تنهضم بسرعة. يا جماعة بنتفق على شيء، الجحشوخة شوفوا هي بتنعمل باللحم وبالدجاج، اوكي. بحثت في جوجل طلعوا لي صورة اكتر بالدجاج، ولما دخلت الويكيبيديا لقيتهم منزلين وصفة بالدجاج، يعني بالدجاج. نسمع كلام احنا ويكيبيديا يا جماعة. اخيرا يا جماعة سبق التقييم فدحين حقيم كل وصفة وكل اشي، اوكي. بالنسبة لي اقيمها 10 من 10 عشان كتير زاكية صراحة، ومنها مشبعة بنفس الوقت ما تحسوا انكم اكلتوا كتير. ما ادري كيف اشرحها صراحة. من ناحية الطبخ هي بتتقسم لجزئين، الصلصة كتير سهلة، اللي هي الصوص كتير سهلة عشانها صوص، فبقيم هذيك 10 من 10 عشان كتير سهلة. بس الشي اللي من تحت هداك شوي صعب، كتير صعب. انا ما اقدر اسويه صراحة، بقيمه 7 من 10. بس كأكلة بتجنن. هذه كانت اول طبخة من المطبخ الجزائري، كتير زكية صراحة. مرة تانية انصحكم كمان بقوة انكم تسووها، بالاخير هي اكلة عربية فاكيد حتكون زاكية. كيف بس هذا كان فيديو اليوم، بتمنى يكون عجبكم وحبيتوه. بحبكم كتير وبشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، وباي.